تخيل كده تلاقي الناس اللي حواليك بيمتلكوا قوة خارقة وانت الوحيد اللي ماشي سلبوتة من غير اي حاجة. فجأة تحصل لك حاجة تغير مجرى حياتك وتخليك تمتلك قوة خارقة مش موجودة عند اي حد. يا ترى هتعمل بيها ايه؟ ده اللي هنعرفه النهاردة، ويلا بينا. في يوم شديد المطر في احدى الشوارع كان في ماشية وشايلة ابنها وبتحاول ان هي تهرب من ناس بيدوروا عليها، فدخلت استخبت في مدخل بيت وقعدت تغني للطفل علشان تطمنه. بس فجأة واحدة من اللي ساكنين في البيت بتسمع لها وبتطلع لها وبتروح تعرض عليها انها تدخل جوه هي وابنها علشان ما يتعبش من الجو ده. الام سمعت كلامها وعطت لها الولد وقالت لها دخليه عندك جوه وانا في ثانية الا ثانية هروح اجيب له علاج واجي على طول. وقبل ما تمشي كانت لبست الولد الصغير سلسلة على شكل جوزة هند. الست بتبص على السلسلة دي وبعد كده بترجع تبص على الام بتلاقيها اختفت من المكان خالص وللأبد. وبتعدي السنين وبيكبر الولد الصغير وبيبقى عنده 18 سنة وبيبقى اسمه شو، وكان بيتمشى في مهرجان في البلد اللي هو عايش فيها ومعاه أخته بالتبني واسمها لو. وهم بيتمشوا شو بيسمع اتنين بيتكلموا عن الناس اللي بدأ يطلع لهم قوة خارقة وبدأوا يزيدوا يوم عن التاني. وبعدها بيشوف ناس كتير متجمعين حوالين واحد بيلعب بالنار وشكله كده عنده قوة خارقة. بياخد لو ويقربوا منه علشان يعرفوا يتفرجوا كويس. بس أول لما بيشوف النار اللي طالعة من الراجل، الزمن حواليه بيقف ومحدش بيتحرك، وبيلاقي نفسه راح لزمان تاني وبيشوف سيف موجود في الفضاء. والسلسلة اللي أمه كانت سايباها له بتطلع ضوء جامد جدا وبعد كده كل حاجة بتختفي. فما بيحط الشو في دماغه وبيتفرج على الراجل اللي قدامه وبيكون مبسوط جدا باللي هو بيعمله ومبهور بيه، وبيقول أكيد الراجل ده مش راجل عادي، ده أكيد بيمتلك قوة خارقة. بعد ما العرض بيخلص لو بتقول لشو العرض ده كان جميل جدا جدا، تعالى ندخل جوه الكواليس علشان نشوف الراجل ده كان بيعمله ازاي، يمكن نعرف نعمل زيه ولا حاجة. شو بيوافق وبياخدها وبيتسحبوا وبيدخلوا على الكواليس. أول لما بيدخلوا الكواليس بيلاقوا ناس بيتخانقوا مع الراجل اللي كان بيعمل العرض وطلعوا مسدس وضربوه مخدر ووقعوه مكانه. لو أول ما شافت اللي حصل صوتت والناس خدوا بالهم منه. بس شو بسرعة بديهة طلع للناس وقال لهم أنا كنت بدور على الحمام. هو الحمام منين؟ الناس قالوا له انت هتستعبط يالا، الحمام مش من هنا، وعلى فكرة احنا شرطة وكنا بنحقق مع الراجل ده. شو قال لهم طبعا سلام عليكم وسابهم ومشي. بس وهو ماشي قعد يفكر في اللي حصل وليه الناس دي عملت في الراجل ده كده. وبعد كده سأل له وقال لها انت ايه رايك في الناس اللي عمالين كل شوية يطلع لهم قوة خارقة دول؟ له ردت عليه وقالت له انا عارفة ان هم كده كده اقوياء، بس انا بعد ما قوتي الخارقة تظهر هبقى اقوى منهم كلهم، وما تقلقش هبقى احميك ومش هخلي حد يجي جنبك، وفي مقابل حمايتي ليك هبقى اخليك تطبخ لي وتعمل لي الاكل. شو بيسمع كلامه وهو عمال يضحك لحد ما بيوصلوا للبيت. وهم في البيت لو كانت قاعدة تتابع اخبار الناس اللي عمال يطلع لهم قوة خارقة، وشو كان رايح يعمل لها الاكل، بس للاسف بيلاقي المكرونة خلصت فبيطلع علشان يشتريها. وهو ماشي في الطريق بدأ يفتكر حياته زمان واللي كان بيحصل فيها وهو صغير، وان محدش كان بيساعده ويحميه غير لو. حتى لما تعب هي الوحيدة اللي راحت تزوره. حتى لما كبر هربت من دار الأيتام وراحت له علشان تعيش معاه في البيت. بس فجأة وهو ماشي سرحان مش واخد باله عربية بتيجي بأقصى سرعتها وبتطيره في الجو وبتوقعه زرع بصل على دماغه وبيجيب دم من كل حتة. بس فجأة بتظهر حاجة غريبة قدام عينه، والسلسلة اللي على رقبته بتطلع ضوء جامد وبتبدأ إن هي تعالج جروح جسمه كلها. وبيلاقي جسمه طاير عن الأرض وشكله كده قوته الخارقة بدأت في الظهور. بعدها بيقوم واقع على الأرض ويبدأ إن هو يفتح عينه، بيقول ازاي انا العربية خبطتني ومش حاسس بأي حاجة، اكيد قوتي الخارقة بدأت في الظهور قشطة. الراجل سواق العربية بقى كان واقف عمال يلطم وفاكر ان الواد مات. بس فجأة شو قام ووقف قدامه. الراجل اول لما شافه تعب جدا وظهر فوق دماغه ارقام كده، وبعدها طلع يجري على عربيته وقال يا فكيك. بعدها شو كمل طريقه علشان يروح يجيب المكرونة، بس صاحب المحل كان مخضوض من شكل الدم اللي على دماغه وظهر هو كمان فوق دماغه ارقام. شو مستغرب جدا ومش عارف ايه اللي بيحصل، فخد المكرونة وطلع يجري على البيت وخبط في 2 ماشيين وهو بيجري وبرضه ظهر فوق دماغهم أرقام. وأول لما وصل البيت لو سألته على الدم اللي في دماغه ده، قال لها ما تشغليش بالك مفيش حاجة، وسابها ودخل على الحمام وفضل يبص على جسمه في المراية وملاش أي أثر للحادثة. فدخل أوضته وقعد يفكر في اللي حصل. بس فجأة ظهر قدامه شاشة غريبة وفيها أسامي ناس وعدد النقط اللي هو كسبها منهم النهاردة، بس هو ما بيكونش عارف مين الناس دي لحد ما بيفتكر اللي حصل وبيفتكر الأرقام اللي كانت بتظهر فوق دماغ الناس، فبيعرف إن هو كل ما يضايق حد بيكسب منه نقط. فبيفرح جدا وبيقرر إن هو يضايق أي حد يقابله ويكسب منه نقط، وبيقول قشطة كل ما ضايق الناس كل ما قوتي هتزيد.
وبعدها بيكمل تأليف في الشاشة اللي قدامه، وبتطلع له حاجة كده عاملة زي عجلة الحظ، وكل مرة هيلفها هيتخصم منه 100 نقطة. ففضل يلفها كل شوية ويتخصم منه، وما بيطلعلوش حاجة غير حظ سعيد المرة القادمة اللي كانت بتطلع لنا في البخت دي، لحد ما في لفة من اللفات طلعت له تفاحة سحرية. أول لما بياكلها بيحس بطاقة جبارة في جسمه، وجسمه بقى عنده حيوية أكتر. فبيقعد يلفها تاني لحد ما بتطلع له وثيقة مكتوب فيها الأغنية اللي أمه كانت بتغنيها له وهو صغير. شو بيغمض عينه وبيحاول إن هو يغني الأغنية، بس فجأة بيحس بحاجة غريبة جدا في جسمه، فبيفتح عينه بيلاقي نفسه طلع للفضاء. فبيسمع لو بتنادي عليه فبيضايقها ويكسب منها نقط هي كمان. بيرجع شو بعدها للعالم الطبيعي وبيطلع يقعد مع أخته يتفرجوا على فيلم، لكنه بيحس بحركة غريبة برا البيت فبيطلع علشان يبص عليها. وبيطلع على سطح البيت فبيلاقي نفس الناس اللي شافهم في الكواليس اللي قالوا إن هم ظباط. فبيحاول إن هو يجري بسرعة علشان يستخبى، لكنهم بينجحوا إن هم يكشفوه ويقفشوه. الراجل بيقول له أنت تاني يالا، إيه اللي جابك هنا؟ شو قال له ده بيتي، أنت إيه اللي جابك هنا؟ الراجل قال له إحنا بنجري ورا واحد خطر، ادخل جوه البيت علشان ما تتعواش يا حمادة. شو بيقول له طبعا طبعا سلام. وبيدخل جوه البيت وبيقول ازاي انا حسيت بيهم وهم محسوش بيا، اكيد قوتي اكبر منهم. بس فجأة بيلاقي لو بتقول له انت كنت بتعمل ايه بره؟ لسه يحكي لها اللي حصل، فبيلاقي دبة قدام البيت وواحد واقع قدام البيت قدامه، فبيطلع علشان يشوفه وبيقول لها خليك انت هنا. لو بتتضايق وبتكسبه نقط، بس ما بتسكتش وبتطلع وراه عشان تشوف اللي حصل. شو بيبص له وبيعرف ان هو نفس الراجل اللي كان بيلعب بالنار في المهرجان. شو بيقول لها احنا نعالجه ده ولا نعمل فيه ايه، ولا اقولك خليه مرمي هنا بره البيت. بس وقتها الراجل بيطلع من فوق دماغه ارقام. شو بيعرف انه عامل نفسه مغمى عليه فبيفضل يضايق فيه اكتر ويكسب منه نقط. الراجل اخر ما بيتخنق بيقوم ويقول لهم هاتولي ميه اشرب. شو بيقول له خد شويه التلج دول بل بيهم ايدك. الراجل كان في قمه الغضب وشو كان في قمه السعاده، فبيحاول يطلب من لو ان هي تساعده، بس شو بيضايقه اكتر ويوقعه على الارض، وبيفضل يكسب منه نقط اكتر لحد ما الراجل بيتعصب وبيحاول يحرقه بالنار. بس قوة شو بتكون اكبر وبتطفي النار اللي الراجل عملها. الراجل بيتضايق وبيحاول ان هو يولع النار تاني وشو يطفيها له تاني، وشو كان مستمتع جدا بالنقط اللي هو عمال يكسبها. الراجل اخر ما اتخنق قال له بقول لك ايه يالا انا ماشي. فشو قال له طب خد بالك بقى لا تتقلب على وشك تاني. الراجل اتعصب وكسبه نقط ومشي، ودخل على البيت ولو قالت له انت ازاي ايدك ما اتحرقتش من النار، اوعى تكون قوتك الخارقة ظهرت وما قلتليش. بيقول لها ايوه قوتي ظهرت، وروح يلا اعملي الواجب، وبيضايقها ويكسب منها نقط. بعدها بيدخل على اوضته ويفتح الشاشة السحرية بتاعته، وبيلاقي عنصر جديد ظهر يقدر ان هو يشتريه بالنقط، فبيشتريه وبتطلع له حاجة كده عاملة زي الخوخة. اول لما بياكلها بيلاقي نفسه طلع الفضاء تاني، بس المرة دي بيلاقي كوكب جديد ظهر قدام، فبيعرف ان هو كده اكتسب قوة جديدة. وبيرجع من الفضاء وبيلاقي نفسه بقى قادر يشيل السرير بإيد واحدة. فبيخرج برا الأوضة وبيلاقي له قاعدة بتتفرج على التلفزيون، وبيقعد جنبها وبيفتح جروب الدفعة ويفضل يضايق فيهم ويكسب منهم نقط. فلو بتقول له هو محدش من أصحابك ليه بيطلب منك تخرج معاهم؟ قال لها محدش بيكلمني عشان عارفين إن أنا مش معايا فلوس أقدر أخرج بيها، وبعدين إحنا مصاريفنا كتير ودخلنا قليل فيدوبك بنقدر نعيش بالعافية. فلو بتقوم وبتروح تجيب له سلة بيض وبتقول له روح بكرة بيعهم في السوق، وبيكون ده مصدر دخله. تاني يوم الصبح قبل المدرسة شو بيروح علشان يبيع البيض، وبيفضل يبيع لحد ما 2 زمايله من المدرسة بيعدوا قدامه وبيشوفوه، فبيعملوا نفسهم مش شايفينه وبيكملوا طريقهم. الراجل اللي جنب شو بيقول له هما مالهم العيال الخيخة دي، اما جيل بايظ بصحيح. بس فجأة وشو واقف بيدخل عليه رائد الفصل علشان يغلس عليه، وبيقول له على كده بقى فلوس البيض دي بتخليك تعرف تاكل؟ شو بيرد عليه بكل تلقائية وبيقول له ايوه وما تشغلش بالك انت. رائد الفصل بيتعصب جدا وشو بيكسب منه نقط. فرائد الفصل بيرد عليه وبيقول له طب يلا عشان تلحق تبيع البيض كله بسرعة وتلحق المدرسة. فشو بيقول له لو خايف عليا قوي كده اشتري البيض كله ولا مش هتقدر على تمنه. رائد الفصل اتعصب جدا وقال له لا هقدر. فشو حط له البيض كله في كيس وقال للناس خلاص يا جماعة كده جبرت، رائد الفصل اشترى البيض كله. الناس كلها اتضايقت وكسب منهم نقط. وبيدي البيض لرائد الفصل وبيروح على المدرسة وبيفتح تليفونه وبيبتدي يتعرف على الناس اللي اكتسبت قوات خارقة، وبعدها بيقوم يضايق زمايله ويكسب منهم هم كمان نقط. بس فجأة بيدخل عليهم واحد وبيقول لهم الحقوا في طالب طاقته ظهرت وماسك مدرس على السطح وحالف لا يشوفه بيعرف يطير ولا لا. شو بيسمع الكلام وبيقول قشطة تجمع كبير يبقى نقط كتير، وبيروح على المكان. بس هو في الطريق بتعدي من جنبه بنت فبيحس ان هي كمان عندها قوة خارقة بس لسه معرفتش حد، وبيوصل على السطح وبيلاقي الواد شايل المدرس وعايز يرميه، والكل واقف يتفرج ومحدش عارف يعمل معاه اي حاجة.
لحد اما الشيطان بتاعنا بتجيله فكرة جهنمية، وبيروح على الواد وبيبدأ يعرفه على اللي هيحصل له لو رمى المدرس. وفضل يتكلم كتير لحد ما الناس زهقت وكسب منهم نقط. وفي أثناء ما شو عمال يتكلم، الأمن استغل الموضوع وجري على الواد وقفشه. بعدها بيرجع شو على الفصل وبيلاقي المدير واقف ومعاه 2 تانيين، وجايين عشان يعملوا تحاليل للطلبة ويعرفوا مين فيهم اللي كسب قوة خارقة ومش قايل. شو حاول يهرب بس معرفش وعمل التحاليل. بعدها بيروح على البيت وبيلاقي لو تعبانة جدا، فبيدخلها على السرير وبيقول لها ارتاحي وانا هروح اجيب لك الدواء. وبيطلع برا الأوضة وبيفتح عجلة الحظ بتاعته علشان يطلع منها تفاح زي اللي طلع له قبل كده ويديه لو. وبعدها بيدخل للو وبيديها تفاحة. البنت أول لما بتاكلها بتتحسن جدا والبرد بيروح منها. شو لما لقاها اتحسنت فضل يمارس هوايته المفضلة ويضايقها ويكسب منها نقط. تاني يوم بيروح شو على المدرسة وبيلاقي نتيجة التحاليل ظهرت، وبيبتدوا يندهوا على الطلاب اللي ظهر لهم قوة خارقة. بيفضلوا ينادوا على الأسماء لحد ما بيجي الدور على آخر اسم فيهم. المدير أول لما شاف الاسم ما كانش مصدق، وطبعا طلع هو شو. وطبعا أول لما قال اسمه لم نقط بالعبيط من الفصل. تاني يوم بينضم طالب جديد للمدرسة وبيروح يقعد جنب شو كالعادة بيضايقه وبيكسب منه نقط. بالليل بقى المدرسة بتجمع الطلاب اللي عندهم قوة خارقة علشان تبدأ تدربهم على استخدامها. شو بيروح وبيلاقي المدرب بتاعهم هو نفس الراجل اللي كل شوية يشوف. المدرب بيبتدي ان هو يوجه ليهم سؤال، فرائد الفصل بيرفع ايده علشان يجاوب، لكن المدرب بيوجه كلامه لشو وبيقول له جاوب انت، فبيقوم ويجاوب إجابة عبيطة وبيضايقه ويكسب منه هو كمان نقط. بعدها المدرب بيبدأ يعرفهم على مادة واسمها مادة الكفاءة، وبيقول لهم المادة دي لو دمكم اختلط بيها بتتحول للون الأسود، وكل ما كان اللون أغمق كل ما كانت قوتك أعلى. وهنوزع على كل واحد فيكم أنبوبة دلوقتي وتعملوا الاختبار علشان نعرف نرتب قدراتكم. وفي حاجة عايز أعرفها لكم، إن قوتكم الحالية مهما كان مستواها هتبدأ مع الوقت والتدريب إنها تزيد أكتر وأكتر. وبعدها بيوزع عليهم الاختبار اللي هيعملوه ونتيجته بتطلع، وشو بيبقى أقل واحد فيهم، فبيحاول بقية الطلبة إن هم يتريقوا عليه، بس شو كالعادة بيضايقهم أكتر ويكسب منهم نقط. عيل خنزير والله. لو ما شفتش الجزء الأولاني من الأنمي فهسيب لك اللينك بتاعه في الكومنتات لو حابب تشوفه. وقفنا المرة اللي فاتت لما شو عمل اختبار الكفاءة والنتيجة ظهرت وطلع أقل واحد في زمايله. يلا بينا نشوف ايه اللي حصل بعد كده. بعدها بيروح شو على البيت وبيفتح الشاشة السحرية بتاعته وبتجيله رسالة بعنصر طاقة جديد ظهر، فبيقعد يلف عجلة الحظ لحد ما بتطلع له حاجة كده زي الفروت سلطات. لو أول لما بتشم ريحة بتقوله ما تجيب البتاع ده كده أشوف بيقول ايه، وبتاخده وبتاكله وبيعجبها جدا، فبتقوله ما تشوف لنا حاجة رز بلبن بالمكسرات ولا اللوتس كده. فشو بيفتح عجلة الحظ وبيطلع لها 50 طبق تاني زيه. لو بتقوله ما تجدد يا عم بقى أنا كده هتعب، فبيفضل يلف عجلة الحظ تاني لحد ما بتطلع له وثيقة زي اللي طلعت له قبل كده. شو أول لما جه يمسكها القوة بتاعتها دخلت في لو. الزمن بيقف في جزء من الثانية وبيظهر شعاع اسود نازل من السما وبيتصل بجسم لو بتكلم شو وبتقوله هو ايه اللي حصل. شو قال لها غمضي عينك وركزي على قوتك. لو بتغمض عينيها وبتلاقي نفسها شايفة الخريطة النجمية بتاعتها، وده معناه ان قوتها الخارقة بدأت في الظهور. بعدها شو بيدخل اوضته وبيقعد يفكر هيعمل ايه في اطباق الفروت سلطات الكتير اللي طلعها دي، فبيقرر ان هو يبيعهم ويزود بيهم دخله جنب البيض. تاني يوم شو بيكون رايح على السوق علشان يبيع الفروت سلطة اللي معاه، فبيلاقي العجوز اللي جنبيهم ماسك سيف وعمال يتدرب بيه، وشكله كده بيستخدمه بمهارة عالية. العجوز أول لما بيشوف شو بيروح عليه وبيقوله ما تيجي أدربك. شو بكل تناحة بيقوله لأ وبيكسب منه نقط وبيسيبه ويمشي. بيوصل بعدها شو للسوق وبيبتدي يبيع الفروت سلطات بتاعه، بس ما بيكونش حد عايز يشتريه. بس أول واحد بيجي ويدوقه الناس كلها بتفرح بيه وبتتلم علشان تشتريه هي كمان، لحد ما شو بيبيع اللي معاه كله وبياخد فلوس على قلبه زي رز. بعدها شو بيبدأ يمارس هوايته المفضلة ويضايق في الناس ويكسب منهم نقط، ويستخدم النقط دي في ان هو يفتح كواكب جديدة في مجموعته النجمية. بيفضل على هذا المنوال فترة لحد ما بيفتح الكواكب اللي في مجموعته كلها، وفي الوقت ده بتظهر له طاقة جديدة وسلاح جديد يقدر ان هو يستخدمه، وبيطلع له سيف يقدر ان هو يستدعيه في العالم الحقيقي ويستخدمه ويتحكم فيه. بعدها بيروح على المدرسة وبيلاقي اصحابه بيتكلموا عن الحوادث الكتيرة اللي عمالة تحصل في الفترة الأخيرة، بس ما بيديلهمش اهتمام وبيقعد في مكانه. بالليل بقى المدرب بيجيب لهم حجر سحري وبيقول لهم الحجر ده هيساعدكم ان انتوا تتدربوا على قوتكم الخارقة وتكبروها اكبر واكبر. شو بيفرح جدا وبياخد الحجر علشان يستخدمه، بس قوة الحجر بتكون اكبر من قوته هو وبيفشل،
فبيقرر إن هو يمارس هوايته الخنزيرية كتير علشان يكسب نقط ويعلي بيها قوته. تاني يوم بيروح شو على المدرسة وبيلاقي رائد الفصل عمال يتمنظر على العيال وبيلعبهم ريست ومحدش عارف يكسب. وأول لما بيشوف شو بيحاول يستفزه وبيقوله ما تيجي تلعبني ومش هقس عليك. شو بيقوله ماشي. شو بيروح علشان يلعبه وفي ثانية إلا ثانية وبكل سهولة بيكون مخلص عليه. رائد الفصل بيتعصب جدا وبيكسب شو نقط. شو بيستفزه أكتر وبيقوله تعالى نلعب تاني وأنا مش هقس عليك. فبيوافق رائد الفصل وبيلعبوا وبيكسبوا تاني بكل سهولة، وبيفضل يستفز فيه أكتر ويكسب منه نقط أكتر، وبيقول له ابقى نشف إيدك شوية بعد كده. بعدها بينزل الطلبة علشان ياكلوا، فالطالب الجديد بيروح لشو وبيقول له انت قوتك زادت كده ازاي؟ فشو بيعلي صوته في المكان وبيقول له ده أكيد بسبب دورين الريست اللي كسبت فيهم رائد الفصل. رائد الفصل يا عيني عمال يسمع الكلام وهينفاجئ وعمال يكسبه نقط. فالطالب الجديد بيقول له طب ما تقول للمدرب على طاقتك اللي زادت واكيد هيديك احجار سحريه اكتر تتمرن عليها. فشو بيساله هو المدرب ده شغال فين؟ فالطالب بيقول له ده شغال في شبكه الارض. شو بيستغرب وبيقول له هو في حاجه اسمها شبكه الارض؟ الطالب بيقول له ايوه، ده في شبكه تاني اسمها شبكه السماء ودي اقوى 100 مره من شبكه الارض. شو بيقول له تمام يا رجوله، وبعدها بيروح على البيت. بس وهو قاعد في البيت بيحس بحركه غريبه قدام الباب، فبيتسحب شو يروح على الباب وبيتصنط ويعرف ان الناس دي من شبكة السماء، وبيلاقي القائد بتاعهم دخل لبيت العجوز وبيعرض عليه ان هو يشتغل معاهم، والعجوز بيرفض طلبه وبيقول ان هو مش فاضي. القائد بيرد عليه وبيقول له خليك عارف ان المنصب اللي فاضي مش هيقبل باي حد يمسكه غيرك. شو اول لما بيسمع الكلام ده بيعرف ان العجوز ليه علاقة بشبكة السماء، فبيقرر يستغل الموضوع ويروح للعجوز ويطلب منه انه يعلمه مبارزة السيوف وكأنه ما يعرفش حاجة. وفعلا تاني يوم بيروح شغل العجوز وبيطلب منه يعلمه المبارزة. العجوز بيفرح جدا وبيقول له ماشي تعالى في أي وقت. شو بيقول له تمام بس بشرط. العجوز بيقول له إيه هو؟ قال له إن أنت تهتم بمذاكرة لو علشان أنا مش فاضي الفترة دي. العجوز ولو اتضايقوا جدا وكسبوه نقط. تاني يوم شو بيكون قاعد في المدرسة وبيلاقي النقط بتاعته عمالة تزيد، فبيستغرب، بس بعد شوية بيعرف إن ده بسبب إن لو بتضايق الراجل العجوز، وده أكيد علشان قوتها اتفعلت بسببه هو. بيخلص شو المدرسة وبيروح على العجوز ولو وبيلاقيها عمالة تضايق فيه وهو يكسب في نقط. العجوز بيقول له أنا علمتها لك زي ما أنت قلت، يلا عشان أنت بقى اللي تتعلم. شو بيقول له يلا. الراجل العجوز راح جاب شوية أوزان لشو وقال له أنا عاوزك تلبسهم من الخفيفة للتقيلة، والقفاز ده أتقل حاجة موجودة فيهم ووزنه بيعدي 300 كيلو. شو قام ماسكه بإيد واحدة وقام رميه في الهوا ومسكه وقال له أنا قوتي زادت الفترة الأخيرة فمش محتاجين الحاجات الخفيفة دي، خلينا نخش في التقيل على طول. العجوز انبهر جدا بقوة شو وقال له يلا بينا يا بطل. العجوز راح جاب ورقة ومسكها وركز فيها كل طاقته وضربها في المكان بقوة كبيرة لدرجة إن هي شقت السور اللي قدامهم، وبعدها جاب سيفه واداه شو علشان يتدرب بيه. شو فضل يتدرب بالسيف وطاقته كل يوم بتزيد أكبر من اليوم اللي قبله، وبقى محترف مبارزة بالسيوف. بعد ما خلص تدريب شو راح على العجوز، والعجوز قال له أنا عاوز أسألك سؤال، إمتى الواحد بيكون قوي؟ شو قال له لما يكسر كل القواعد. العجوز قال له طب إمتى يكون عندك القوة اللي تكسر بيها القواعد؟ شو قال له مش عارف، بس اللي أعرفه إن أنا عايز أعيش أنا ولو في سلام وهدوء. العجوز قال له بس لما يكون عندك قوة أكبر هتديك فرصة إن أنت تحمي ناس أكتر وتكسب فلوس أكتر كمان. شو قال له أنا مش عايز كل ده، أنا عارف إن الدنيا صعبة والحياة أصعب، أنا عايز أعيش في هدوء أنا ولو وبطريقتي حتى لو كانت غلط. العجوز انبهر جدا بشو وقال له تمام خلاص على كده خلصنا النهاردة. تاني يوم والعجوز بيعلم لو جاب لها شوية شيبسي وكاراتيه علشان تتسلى فيهم وهي بتذاكر، وفعلا البنت بدأت تستوعب أسرع. بس فجأة بيحس العجوز بحد من شبكة السماء وراه، بيروح يقف معاه ولو بتنافسهم هما الاتنين، وشو بتجيله النقط منهم وبيعرف إن في حد من شبكة السماء هناك. شو بيستغرب جدا فبيجي على المكان وبيلاقي فعلا العجوز واقف مع واحد من شبكة السماء واسمه شي. فلو أول لما شافته قالت له أنت إيه اللي جابك؟ بيقول لها لا ده أنا نسيت حاجة كده وجاي أخدها على طول. بتقول له لا خلاص خليك أنا هدخل أجيبها لك. شي بيكلم العجوز وبيبتدي يعرفه على المخاطر اللي بدأت تظهر في البلد، وبيطلب من العجوز مرة تانية إن هو ينضم ليهم، بس العجوز بيرفض تاني فالراجل بيمشي. بعد ما بيمشي العجوز بيدي لشو أنبوبتين كفاءة علشان يعرف قوته زادت ولا لأ. شو خدهم للبيت وبدأ يعمل الاختبار عليه وعلى لو، وبعدها لقى المحلول بيتحول للون الأسود الغامق
وده معناه إن قوتهم من الدرجة ألف، أعلى درجة. بس فجأة لون المحلولين بيتغير وبيعلى لدرجة أعلى من الدرجة ألف. شو بيفرح جدا بس مستغرب، فبيطلع علشان يدفن الأنبوبتين علشان محدش يعرف. بس العجوز بيقابله وبيسأله عن النتيجة. شو بيقوله قوتي ضعيفة زي كل مرة. العجوز اتضايق وسابه ومشي. بعدها شو بيبدأ يتدرب على قوته أكتر وأكتر وبيكتسب مهارة جديدة، وبتكون هالة كده بتظهر حوالين جسمه بتحميه من أي إصابة. شو بيقول فل أوي كده، أما أروح أشوف لو بقى وصلت لإيه. وفي الوقت ده لو بتكون في الخريطة النجمية بتاعتها، وبتقدر هي كمان إنها تكتسب قوة جديدة، وبتفرح جدا وبتنط على شو تحضنه. شو بيقول لها جربي كده تستخدمي قوتك. البنت بتجرب وبتقدر إن هي تستدعي نملة من الثقب الأسود، وبتقوله إن هي بدأت تحس بطاقة الكائنات الميتة، والنملة دي كانت ماتت امبارح. فبياخدها شو يطلعوا برا البيت وبيخليها تجرب على حاجة تاني، فبيلاقيها استدعت عصفور، بس بيقول ده مش هينفعها لو حصل مشكلة كبيرة. شو بيقول لها تعالي معايا نجيب سلاح جديد. البنت بتفرح جدا وبتروح معاه، فبتلاقيه وداها على محل خنازير، فبتتعصب وتتضايق جدا وبتقول له انت جايبني هنا علشان استدعي خنزير؟ قال لها ايوه. فبيضايقها وبيكسب منها نقط، وبيفضلوا مستنيين لحد ما الخنزير بيتذبح وبعد كده بيروحوا. اول لما بيوصلوا البيت شو بيقول لها يلا استدعي الخنزير. لو قالت له ماشي، واستدعت الخنزير فعلا. فشو حاول يختبره هو حقيقي ولا لا، واكتشف فعلا ان هو زي الحقيقي بالظبط. فبيطلع السيف بتاعه وبيشوف هيعرف يقتله ولا لا، وفعلا السيف بيخترقه ويدمره. في الوقت ده لو كانت متضايقة جدا وشوية هتقتل هي شو بيحاول يحايلها وبيقول لها خلاص هعمل لك الأكل. البت بتوافق وبتهدى، وهم قاعدين بياكلوا شو كان مبسوط جدا، وده بسبب الفلوس الكتير اللي كسبها من بيع الفروت سلطات. وبيقول للو إن شاء الله بعد فترة هنقدر إن احنا نشتري البيت ده بدل ما احنا قاعدين بالإيجار. بس فجأة شو بيحس بناس خارقة قريبة منهم، بيروح علشان يراقبهم، بس لو بتشبط فيه وتنط على ظهره وتروح معاه. فبيجروا على المكان علشان يشوفوا ايه اللي بيحصل. فبيلاقوا عصابة واقفة على جسر وبتستعد ان هي تواجه الشرطة، وشكلها كده هتبقى مدعكة. في الوقت ده شو ولو كانوا واقفين بعيد وبيتفرجوا، والشرطي واقف على الجسر يصد هجمات المجرمين بكل سهولة. بس فجأة انتباهه بيتشتت وبيهجم عليه مجرم. الشرطي أول لما شاف قوته كبيرة بقى بيحاول يجري على زمايله علشان يقدروا يواجهوهم سوا، وبيوصل لهم فعلا وتبدأ المواجهة. بس المجرم ده قوي جدا ومحدش قادر عليه، وده لأن قوته مصنفة من الدرجة الرابعة، يعني تقيل شوية عليهم. وبينجح المجرم إن هو يقتل 2 من الشرطة وياخد زمايله ويهربوا. عناصر الشرطة كلها بتتجمع وبتبدأ إن هي تعمل خطة علشان يحاصروهم. في الوقت ده شو بيقول له روح انتي وأنا هاجي ورا المجرمين دول. وبيوصل على بيت كده بيلاقي الشرطة كلها محاصراه، فبيعرف إن العصابة كلها جوه. فواحد من العصابة بيقول للزعيم ايه رأيك نسلم نفسنا، العناصر الشرطة برا كتير واحنا مش هنقدر عليهم. الزعيم بيقول له انت عبيط، نسلم نفسنا ايه، تعالوا معايا وانا احميكم. وفعلا خدهم وطلعوا، والشرطة اول لما شافتهم بدأ تضرب عليهم من كل حتة. زعيم العصابة ابن الصيعة خد الاتنين اللي معاه وعملهم درع بشري علشان ياخدوا هم كل رصاص، وبعدها بيحاول يهرب بس الشرطة كلها بتجري وراه. واحد من عناصر الشرطة بينجح ان هو يسيبه بالسيف والسيف يخترق جسمه، بس بيلاقوه بيقوم عادي ولا كأن اي حاجة حصلت له. بس مرة واحدة كل اللي واقفين خدوا بالهم من وجود شو قال لهم انا كنت بدور على الحمام، هو الحمام منين؟ عناصر الشرطة اتعصبوا جدا وبعتوا 2 علشان يهجموا على انتوا جايين تيجوا على الغلبان؟ بس كان مظبط الزباطيط ومحدش قدر يلمسه. في نفس الوقت ده كان شوية من الشرطة بدأوا ان هم يهجموا على المجرم، وخلاص كانوا هيهزموه، بس المجرم بينجح ان هو يسيب واحد فيهم ويستفرد بالتاني وبيخلص عليه هو كمان. في نفس الوقت كان نجح ان هو يتخلص من عناصر الشرطة اللي كانت بتهجم عليه، بس اتقلب على وشه ووقع على الارض. الشرطي حاول ان هو يهجم عليه بس خد اللي فيه النصيب وكان على جنب، وبكده ما بقاش فيه غير والمجرم الخطير. الاتنين بدأوا يهجموا على بعض، فجأة طاقته زادت قوي وقام مدي للمجرم بوكس كسر له عظمه وخلص عليه وقعده مكانه. ده كده 100 فل و10. لو ما شفتش الأجزاء اللي فاتت من الأنمي فهسيب لك اللينك بتاعهم في الكومنتات لو حابب تشوفه. وقفنا المرة اللي فاتت لما قدر إن هو يهزم زعيم العصابة ويخلص عليه. يلا بينا نشوف الباقي. بيروح بعدها على البيت وبتقابله لو اللي كانت خايفة عليه جدا لا يكون حصل له حاجة، بس بيطمنها وبيقول لها ما تقلقيش كله تمام، وبيقول لها تعالي معايا نروح مشوار. لو بتقول له اوعى يكون زي مشوار مزرعة الخنازير. قال لها لا ما تقلقيش هبسطك على الآخر.
وأول لما بيطلعوا من البيت الراجل العجوز بيقابلهم وبيقول لهم رايحين فين. لو قالت له شو عازمني على مطعم جديد لسه فاتح هنا جنبينا وهنروح نتعشى فيه. العجوز بيقول لهم تمام ماشي وبيسيبهم ويمشي. بعدها شو بياخد لو وبيطلعوا فوق بيت وبيقول لها شو تتفحص المكان عشان لو كان فيه أشرار ولا حاجة. لو بتقول له تمام وبتستدعي عصفور وبتتفحص المكان وبتقول له كله نضيف. شو بيقول لها تمام قوي كده، أنا هنزل المكان اللي هناك ده علشان أشوف لو في أي حاجة، ولو لقيته تمام هبعتلك تيجي. ووصل على المكان ولقاه فاضي خالص، قام بعت لها علشان تيجي. أول لما وصلت قال لها حاسة بأي روح هنا؟ لو قالت له أيوه، أنا حاسة بطاقة 3 أشخاص ماتوا هنا ومنهم واحد ضخم شوية. شو بيقول لها طب خدي طاقة الراجل الضخم. لو بتاخدها فعلا وشو بيقول لها استدعيها علشان نتأكد إنه هو. بس جت تستدعيها معرفتش، قالت له أنا طاقتي خلصت النهاردة، سيبني أريح النهاردة وأشحن طاقة وأبقى استدعيها لك بكرة. شو بيقول لها تمام يلا بينا نروح. قالت له نروح إيه؟ أنت مش هتعشيني النهاردة ولا إيه؟ ولا أنت بتضحك عليا وبتثبتني بالكلام وخلاص؟ شو بيقول لها خلاص ما بثبتكيش يا ست ولا حاجة، يلا بينا نروح نتعشى ونحتفل. لو فرحت جدا وراحوا فعلا على المطعم علشان ياكلوا، بس لو عمالة تاكل كتير جدا باين فعلا على طولها. شو بيقول لها كل اللي حصل بينا ده هيبقى سر واوعي تعرفي أي حد قدراتك. لو بتقول له تمام أنا عارف. بعدها شبكة السماء بتعمل اجتماع علشان يقدروا يحددوا هوية الشخص اللي قدر يخلص على زعيم العصابة، وبيقولوا واضح كده من حركاته وأفعاله إنه لسه مراهق. بس مراهق إزاي وعنده الطاقة دي كلها؟ أمال لما يكبر هيبقى عامل إزاي؟ إحنا لازم نحدد هويته بسرعة. في نفس الوقت شو بيكون قاعد يبيع بقى الفروت سلطات بتاعه، وبسم الله ما شاء الله صيته بقى مسمع، والفروت سلطات ما بيكملش معاه 5 دقايق. بس هو كان قاعد زعلان شوية علشان مش عارف يكسب نقط، وده بسبب إن الناس بقت بتحب الفروت سلطات بتاعه وكلهم بيحبوه ويجوا يشتروا منه. بس مع أول فرصة بتجيله طبعا بيستغلها ويتخنزر على الناس ويكسب منهم نقط. تاني يوم لو بتكون نايمة وبتصحى وبتحس إن طاقتها خلاص رجعت ليها، فبتروح لشو علشان تعرفه بالخبر وبتستدعي له روح المجرم اللي هو خلص عليه. شو بيقول لها تمام قوي كده، وبيقول لها انت بتقدري تتحكمي فيه؟ قالت له ايوه، واللي انا عايزاه بخليه يعمله، وممكن اعمل لك مثال بسيط واخليه يضربك عادي. شو بيقول لها لا ابوس ايدك ده انت حبيبتي. لو قالت له على فكره كمان انا بقدر اشوف ذكرياته، وشفت البوكس اللي انت اديته له وموته كان جامد. شو بيقول لها طبعا يا بنتي امال ايه. بس لو بتقول له انها شافت في الذكريات المجرم ده مكان فلوس هم كانوا سارقينها ومخبيينها فيه، وبتقترح عليه ان هم يروحوا يجيبوا الفلوس دي وياخدوها ويقدروا ان هم يشتروا بيها البيت لان هم محتاجينها. بس شو بيقول لها ما ينفعش، لان احنا لو جبناها لازم نسلمها للشرطه وهيسالونا جبناها ازاي، وبكده الناس هتعرف ان انت عندك قوه خارقه. بس لو اتضايقت وعينيها دمعت وقالت له احنا مش لازم نودي الفلوس للشرطه، احنا عايزينها لينا احنا علشان نشتري البيت. شو بيقول لها ما تزعليش يا حبيبتي، احنا عايزين نشتري البيت بس نشتري بطريقه صح مش بطريقه غلط. وبعدها بيحاول يفكها فبيتخنزر عليها. تاني يوم بيروح شو المدرسة وبيلاقي الفصل كله عمال يتكلم عن الحادثة اللي حصلت على الجسر، وأول لما شو بيشوفهم بيمارس هوايته المفضلة عليهم. وبعدها بيروح يقعد في مكانه وبيسأل صاحبه عن الأرض المباركة، فبيقول له صاحبه دي عبارة عن أرض الطاقة الروحية فيها عالية جدا، ولو انت اتدربت فيها طاقتك هتوصل للليفل التوب. شو بيقول له بس الأرض دي غالية جدا، مفيش أي طريقة تاني ينفع أزود بيها طاقتي بسرعة؟ صاحبه بيقول له في الأحجار السحرية، وسمعت إن هم هيوزعوا علينا شوية بكرة. وبيجي تاني يوم وبيكون في مدير جديد جاي علشان يدرب فصل أصحاب القوات الخارقة، وبيكون عضو في شبكة السماء، وبيدخل علشان يتعرف على الطلبة. وأول لما بيعدي من قدام شو بيحس بحاجة غريبة جدا وبيعرف إن هو عضو في شبكة السماء، والمدير كمان بياخد باله إن شو عارف. بعدها بيرحب الطلاب بالمدير وبيدخلوا على الفصل بتاعهم. بعدها بيبتدي المدير كلامه معاهم بإنه بيحذرهم إن في شخص ظهر في المدينة طاقته كبيرة جدا وخطيرة، ولو أي حد شافه في أي حتة يبلغ المدير بسرعة. بعدها بيجي المدرس وبيوزع عليهم الأحجار السحرية، وكل واحد على حسب درجته، وعلشان شو أقل درجة فيهم ادوله حجرين بس. وأول لما بيطلعوا بره شو بيروح لصاحبه وبيسأله هي الأحجار السحرية دي ممكن تتباع ولا لأ، وسعرها ممكن يكون قد إيه مثلا. صاحبه بيقول له الأحجار دي من شبكة السماء ومحظور عليها البيع، بس ممكن أشوف لك مصلحة في السوق السودا كده ونخلص الموضوع. وفعلا صاحبه بيخلصها له في السوق السودا، وبيقدر إن هو يبيعها له بمبلغ كبير جدا يقدر إن هو يحل كل مشاكل شو ويخليه يشتري البيت. في نفس الوقت المدير بيروح على العجوز علشان يسأله على الشخص الجديد اللي ظهر في المدينة، وده لأنه بيستخدم السيف وشاكك إن العجوز هو اللي ضربه. بس العجوز بيقول له إن هو ما يعرفش حاجة،
وعيب الكلام اللي هو بيقوله ده وإن هو يشك في واحد زيه. المدير بيعتذر له جدا وبيسيبه ويمشي. بعدها بيروح شو على البيت وبتسأله له عن شبكة السماء والأرض، فبيقول لها على كل حاجة هو يعرفها عنهم، وبيقول لها أنا عندي ليكي خبر جميل جدا، وبيطلع لها ظرف فيه الفلوس اللي هو كسبها من بيع الأحجار، وادالها كمان تليفونه وقال لها ده من النهارده بقى بتاعك. وكمان هو كلم صاحب البيت وخلاص هيروحوا بكره ينقلوا ملكية البيت ويبقى بتاعهم. لو بعد ما سمعت الكلام ده كله اترمت في حضن شو وفضلت تعيط من الفرح. بيروح بعدها شو يتدرب علشان يزود طاقته، ولو كمان طاقتها بقت بتزيد والدنيا فل الفل. تاني يوم بيكون شو خلاص جاب ملكية البيت وفي رقم من المدرسة بيرن عليه وبيقولوا له يجي دلوقتي حالا علشان هما يسافروا المكان يتدربوا فيه. فبيكلم لو يعرفها ان هو هيغيب كام يوم عن البيت علشان هيروحوا يتدربوا في مكان بعيد، وبيطلع يجري على المدرسة. في نفس اليوم بالليل بيكون الطلاب كلهم راكبين العربيات وبيتجهوا للمكان اللي هيتدربوا فيه، وهم قاعدين في العربيات بيبتدي واحد منهم يعرفهم على المكان اللي هم رايحينه، وبيكون مكان كده اسمه الحطام، وده مكان اتكون بعد غزو الفضائيين. وأهم حاجة في المكان ده حاجة كده اسمها عين التكوين، ولو حد قدر ياخدها الحطام ده كله بيختفي. الطلبة بيكونوا قاعدين مركزين وبيسمعوا الكلام وحماسهم عمال يزيد. بيكمل صاحبهم كلامه وبيقول لهم إن من كام يوم رئيس شبكة السماء قدر إن هو يفتح الحطام ويلاقي عين التكوين، وكانت عبارة عن سيف. وبيفضلوا يكملوا كلامهم لحد ما بيوصلوا للمعسكر اللي هيتدربوا فيه، وبيجمعهم المدرس وبيقول لهم انتوا جيتوا هنا في مهمة سرية وده علشان تزودوا قدراتكم. وبيقول لهم ان لو حد فيكم سرب اي معلومة عن المكان حتى لو كانت صغيرة هيتعرض لعقوبة جامدة جدا. العيال بيدوله التمام وبيدخلوا علشان ياكلوا، وبيروحوا يقعدوا على الارض علشان ياكلوا، وبيلاقوا واحد تنك كده ماشي عمال يدور على كرسي علشان مش عايز يقعد على الارض زيهم، لحد اما واحد من الضباط قام واداله الكرسي بتاعه علشان يخلص من زنه، وقعد هو على الارض. بس شو طبعا ما عجبوش النظام ده وراح على الواد وقال له قوم من على الكرسي. الواد عمل فيها من بنها وطنشه، قام شو مديله قفا لحسه بيه الاسفل. بعدها المدرس جه وفض الاشتباك وخد الواد على جوه، وشو رجع قاعد مكانه. بعدها بيدخلوا الخيام علشان يتضربوا، بس شو ما كانش عارف يتضرب معاهم، وبيقول انا اتضرب ليه، ما انا اتخنزر عليهم واكسب نقط. وقام رايح على ضحيته الاولى وهو رائد الفصل، وفضل يتخنزر عليه علشان يكسب نقط. بس رائد الفصل كان عايز يتضرب ومش مديله اهتمام، بس على مين شو مش هيسيب، ونجح فعلا ان هو يجمع منه نقط، وراح فتح الشاشة السحرية بتاعته واشترى بيها تفاح. بعدها بيحاول يرن على لو علشان يطمن عليها، بس ما بيكونش فيه شبكة في المكان خالص، ودي حاجة كانت مقلقاه. فبيروح بعدها علشان ياكل وبيلاقي الطباخ مزود له في الأكل شوية متوصي بيه، وكمان لقى الظابط جايب له الكرسي بتاعه علشان يقعد عليه علشان الموقف اللي عمله امبارح. بس شو رفض وراح قاعد على الأرض. بعد ما بيخلص أكل بيطلع لرائد الفصل علشان يستلمه تاني. الواد اتخنق من حياته وكان هيقطع شرايين، فساب له المعسكر كله وراح يتمرن بعيد، بس شو ما سابوش وطلع وراه. وبعد شوية خنزارة كتير بيروح بقى علشان يتدرب هو، وبيفتح خريطته النجمية ويفضل يزود في قدراته، وبيحس انه خلاص كده قرب يقفل الخريطة كلها. بيرجع بعدها علشان ياكل بيلاقي رائد الفصل هو اللي مستنيه، وبيقول له تعالى بقى، انت عمال تتنطط عليا من ساعة ما كسبتني في الريست، تعالى دلوقتي لعبني وانا همسح بوشك الاسفل. شو بيقول بس غلط وانا كنت مستنيه يغلط، يلا بينا يا معلم. والمدرس بيسمعهم وبيقول لهم خلاص انا اللي هحكم ما بينكم. الاتنين خلاص قعدوا وجاهزين علشان يلعبوا، وكل الطلبة قاعدين عمالين يشجعوا رائد الفصل ومستنيين ان شو يخسر. بس انت فاكر ان شو كده هيتضايق؟ لا، ده هو ده اللي هو عاوزه. واول لما المدرس بيصفر للبداية شو بكل غل وبكل قوة بيكسب رائد الفصل بكل سهولة. العيال يا عيني كلهم واقفين مصدومين، وشو لم منهم كلهم نقط. المدرس اول لما شاف قوة شو عجبته الفكرة، وقال لشو تعالى لعبني انا. شو قال له تعالى جرب حظك. بس طبعا قوة المدرس كانت اقوى بكتير من قوة رائد الفصل، بس برضه شو نجح ان هو يكسبه. بس المدرس مزعلش منه، ده بالعكس فرح بيه جدا وبقوته اللي زادت. شو بدأ يتخنزر وقال له انا قوتي بتزيد كل مرة بلعب رائد الفصل وبكسبه. ورائد الفصل كان بيسمع الكلام وهيشيط ويولع. بس وهم قاعدين المدير بتاعهم لاحظ ان في ضباب كتير جاي عليهم، وده كده في حاجة غلط هتحصل. فبيرن جرس الانذار بسرعة وبيؤمر كل الطلبة ان هم يجروا بعيد عن الضباب. شو بيحاول يهرب هو واصحابه، لكن على مين؟ الضباب جابهم هو وكل اصحابه. وشو بيلاقي نفسه اتنقل لمكان غريب كده اول مرة يشوفه، ولسه بيفكر هيعمل ايه او هيروح فين بيلاقي هيكل عظمي بيهجم عليه. بس شو بيفادي هجماته كلها وبيقدر ان هو يخلص عليه. بعدها بيطلع حتة عالية علشان يستكشف المكان كله، بس بيلاقي الوحوش عمالة تطلع من كل حتة وعايزة تخلص عليه.
بس هو بينجح إن هو يهرب منهم، لحد ما بيتفاجئ بشوية طلاب بيجروا من قدامه وبيقولوا له اهرب بسرعة الوحوش جاية ورانا. بيبص شو على الوحوش اللي جاية عليهم وبيلاقيها ماسكة طالب وعايزة تموته، فبيجري عليه علشان يلحقه وبيقدر إن هو يخلص على كل الوحوش اللي واقفة. الطلبة كلهم واقفين مصدومين من قوة شو، بس مرة واحدة في وحش بيهجم على شو وشو مش عارف يعمل معاه حاجة. العيال كلهم واقفين متنحين ومحدش قادر يروح يساعده، بس شو ما استناش مساعدة حد ونجح إن هو يخلص على الوحش الأخير. وبعدها راح عليهم وقال لهم امشوا من هنا، المكان ده خطر عليكم. البنت اللي مع الطلبة قالت له طب ما تخليك معانا علشان تحمينا، بس شو تجاهل كلامها وادالهم الفاس اللي معاه وقال لهم الوحوش بتموت عن طريق قطع راسها، خدوا الفاس ده واقتلوا بيه الوحوش. وبعدها اداهم ظهره وسابهم ومشي. البنت بعد ما مشي قالت للطلبة يا ريتنا كنا ساعدناه وما استندلناش معاه، كان فضل قاعد معانا دلوقتي وحمانا. بعدها شو بيكمل طريقه وبيلاقي شوية هياكل عظمية، فبيهجم عليهم علشان ياخد منهم سلاح يقدر ان هو يكمل بيه الحرب بتاعته. وفعلا نجح ان هو يخلص عليهم وياخد السلاح اللي معاهم علشان يحارب بيه. وبعدها فضل يجري علشان يلاقي مكان يقدر ان هو يستخبى فيه قبل ما الليل يليل. بس وهو بيجري بيلاقي واحد ضارب شعلة ضوئية في الجو، بس شو بسرعة بديهة علشان الوحوش ما تاخدش بالها طار على الشعلة الضوئية وقام ضاربها وقعها في الأرض. وبعدها بيبص على المكان اللي وقعت فيه وبيلاقي واحد واقف وهو اللي ضربها، وشو عمال يكسب منه نقط كتير علشان الواد متضايق ان شو بوظ له الشعلة الضوئية بتاعته. فشو بينزل له وبيعرف ان ده جاسوس جاي من منظمة تانية، وتقريبا المنظمة دي هي اللي متورطة ان هي تدخل الطلاب للحطام، وكل واحد فيهم كان معاه شعلة ضوئية علشان لو تاهوا من بعض يبقوا يضربوها ويعرفوا مكان بعض. في الوقت ده الواد بيحاول يمثل على شو ويقول له ان هو في صف. شو عارف ان هو كداب بس قال مش مشكلة جاي العبيط. الواد سأل شو وقال له هو السيف ده انت جايبه من الحطام؟ شو قال له ايوه. فالواد قال له طب ما تجيبه كده شوفه. شو قال له ماشي، وقرب عليه على اساس ان هو يديهوله، بس في اخر لحظة قام ناتشه من قدام. الواد طبعا اتضايق جدا وكسبه نقط. الواد بيقول له شو طب تمام اوي كده انا همشي انا بقى ونفترق هنا. شو قال له لا انا هاجي معاك علشان انا بخاف اقعد لوحدي. الواد طلع يجري وشو كان عامل ان هو ما بيعرفش يجري وسرعته بطيئة. الواد فرح جدا بس مرة واحدة لقى شو جنبه، بس في اثناء ما هما بيجروا بيطلع لهم وحوش من تحت الارض وبتكون عايزة تخلص عليهم. الاتنين بيطلعوا يجروا والواد بيحاول ياخد السلاح من شو علشان يخلص عليهم، بس شو بيقعد يتخنزر عليه وما بيدولوش، وفي الاخر بيزق يوقعه على الارض وبيطلع يجري بعيد عن الهياكل. الواد خلاص الهياكل كانت هتموته، بس في اخر لحظة بيطلع سكينة وبيقدر ان هو يخلص عليهم. الواد بيتضايق جدا من شو وبيطلع يجري وراه وبيكون عايز يقتله، بس بيقرر ان هو يقتله بالليل وهو نايم، وبيطلعوا على مكان عالي علشان يرتاحوا من اللي حصل. وشو عمل نفسه نايم، واول لما الواد قرب منه علشان يقتله قام شو مفتح عينه وقال له انا كده خلاص ريحت وشبعت نوم. الواد كان متغاظ جدا وهيطلع نار من ودانه وعمال يكسبه نقط. وتاني يوم شو بيفتح الشاشة السحرية بتاعته وبيطلع له طبق فروت سلطات علشان يفطر بيه. الواد اول لما شافه استغرب جدا وقال له انت جبته منين؟ اكيد ما كانش معاك واحنا بنجري. بس شو فضل يتبارد عليه ويتخنزر عليه. الواد اخر ما اتخنق قال خلاص ما بدهاش بقى وهجم على شو علشان يقتله، وباين عليه كده بيمتلك قوة كبيرة ونجح ان هو يضرب شو، بس شو مكمل معاه وفضل يفادي ضرباته. الواد اتعصب جدا وهجم على شو بكل قوته، بس شو برضه فضل يفادي ضرباته. بس في الاخر الواد بينجح ان هو يطير السيف من ايد شو وبيفتكر خلاص كده هو قتله، بس شو في اخر لحظة بيطلع السيف بتاعه وبيخلص عليه. شو فضل يبص على الواد وهو ميت وقعد يقول ياه دنيا صغيرة قوي، امبارح كنا قاعدين نهزر مع بعض وبترخم عليه والنهارده انا قتلت، ايه الدنيا دي وايه اللي جابني هنا؟ بس انا مش هقف وهكمل للاخر. وبعدها بيسيبه ويكمل طريقه. بس وهو ماشي بيلاقي تفاح كده واقع على الارض وبيلاقي نفسه دخل جوه غابة وفيها شجر تفاح، فبيطلع على شجرة علشان يجمع له شوية تفاح. بس وهو بيجمعهم بيلاقي شوية سناجب واقفين على الشجرة ومتضايقين جدا وعمالين يكسبوا نقط، حتى الحيوانات ما رحمتهاش يا شو، والسناجب فضلت تحدفه بالطوب. فبيجمع له شوية تفاح وبيجمع منهم نقط وبيسيبهم ويطلع يجري، وبيفضل ماشي ومكمل في طريقه لحد ما بيلاقي نهر فبينزل علشان يشرب منه. بس مرة واحدة بيلاقي مجموعة ذئاب بتهجم عليه، فبيفضل يجري منهم لحد ما بيلاقي نفسه بقى وسط العشيرة بتاعتهم، بس ما بيفكرش وبيقول يا فكيك وبيطلع يجري منهم. بس بيلاحظ وهو بيجري ان قوته عمالة تزيد وما تعبش، ده بالعكس ده قادر ان هو يزود سرعته، فبيزود سرعته وبيهرب منهم. وبس كده النهارده، معلش حلقة النهارده ما كانش فيها احداث كتير، بس اللي جاي جديد الشديد، استنونا في الحلقات اللي جاية ومش هنأخر عليكم. وأخيرا رجعنا ليكم بآخر حلقة من حلقات ملخص ملك الشياطين شو.
وهنشوف يا ترى شو هيقدر يقضي على الهياكل العظمية ويرجع من الحطام ولا هما اللي هيقضوا عليه. بس قبل ما نبدأ، لو ما شفتش الحلقات اللي فاتت هسيبها لك في أول كومنت لو حابب تشوفها، وما تنساش تعمل لنا كومنت جميل زيك وتعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة عشان الفترة الجاية هننزل بالتقيل كله. ويلا بينا. بعد ما بينجح ان هو يهرب من الذئاب، بيقابل شو في طريقه الطلبة اللي ادالهم الفاس قبل كده، وكمان بيلاقي طلبة جداد انضموا ليهم، فبيروح عليهم وبيقول لهم انا هقضي معاكم ليلة واحدة بس. وبعد كده بيسألهم هو انتوا بقالكوا قد ايه ماكلتوش؟ البت بتبتدي تعيط وبتقول له احنا بقالنا 3 ايام ماكلناش. فشو بيتخنزر عليهم وبيطلع تفاح من اللي لمه وبيقعد ياكله قدامهم، وبيقول لهم لو عايزين تفاح ممكن تمشوا من الاتجاه ده وهتوصلوا بعد يومين، ده لو عديتوا من عشيرة الذئاب اللي موجودة في الطريق. العيال بتتعصب جدا، وواحد منهم بيروح عليه وبيهدده بالفاس علشان ياخد منه تفاح، بس شو اتخنزر عليه وخده منه وفضل يلعب بيه. وبعدها بيمشي وهو معاه السيف والفاس علشان يحارب بيهم الوحوش. بس قبل ما يمشي الظاهر كده ان هم صعبوا عليه، فساب لهم تفاحتين على جنب، بس العيال ما خدوش بالهم منهم اصلا. بيفضل شو يتمشى وهو بيفكر هيعمل ايه، لحد ما فجأة بيسمع صوت داخل عليه، ومرة واحدة بيلاقي هيكل عظم بيهجم عليه وبيضربه بالرمح. بس شو بيتصدى للضربة وبيفضل ماسك الرمح ومش راضي يسيبهوله، لحد ما بيلاقي الهياكل الباقية بتهجم عليه، فبيضرب الهيكل اللي قدامه وبيوقعه على الأرض وياخد الرمح بتاعه ويطلع يجري. الهياكل بتفضل تجري وراه بس ما بيلحقوهوش، وآخر ما بيتخنقوا بيقرروا إن هما هيسيبوه ويكملوا طريقهم. بس شو بيقرر إن هو اللي هيمشي وراهم ويضربهم وياخد منهم الأسلحة كلها. على الناحية التانية بيكون في طلبة ومدرسين قاعدين بيراقبوا الهياكل العظمية دي، وبيقرروا إن هما يهاجموهم ويقتلوهم، بس هما مش عارفين يعملوا كده إزاي لأن عدد الهياكل أكبر منهم. وبعد شوية تفكير بيتفقوا إن هما يقتلوا القائد بتاع الهياكل دي علشان يبقوا يعرفوا يصطادوا الباقيين بسهولة. وبيفضلوا يدوروا ما بينهم على القائد لحد ما بيلاقي واحد منهم ماشي من غير خوذة ومن غير الرمح بتاعه، وبيفتكروه هو القائد، بس هما ما يعرفوش إن شو هو اللي ضربه وخد منه الرمح والخوذة. وبيخلوا القناص اللي واقف معاهم ينشن عليه وبضربة واحدة بيفرتك دماغه، وبيقعدوا بعدها يحتفلوا إن هم قتلوا القائد بتاعه. بس يا فرحة ما تمت، قائد الهياكل الحقيقي شافهم وأمر جنوده يغربلوهم بالسهام، فبياخدوا ديلهم في سنانهم وبيقولوا يا فكيك. وبعدها بيتجمعوا في حتة وبيقولوا احنا ازاي قتلنا القائد بتاعهم وقدروا يتجمعوا بسهولة ويهجموا علينا بالطريقة دي. فالراجل الكبير اللي معاهم بيقول لهم يبقى احنا اللي قتلناه ده مش هو القائد، بس لو مش هو القائد ليه ماشي من غير الخوذة بتاعته والرمح؟ أكيد حد ضربه وخد منه الرمح والخوذة، بس يا ترى مين اللي هيعمل كده؟ ولسه ما بلعوش رقهم من الكلمة بيلاقوا شو بيهجم على واحد من الهياكل وبياخد الرمح بتاعه وبيطلع يجري. المدرس بيقول بس كده احنا عرفنا مين اللي بيضربهم ويسرق منهم الأسلحة، بس هو احنا كان عندنا طالب بالقوة الكبيرة دي؟ واحد من الطلبة بيعرفه وبيقول لهم أيوة ده شو، وده طاقته زادت أول الفترة الأخيرة بعد ما هزم المدرس وطالب فيرست. المدرس بيقول يبقى احنا لازم نجيب الواد ده علشان يحارب معانا. وفي نفس الوقت ده شو بيكون قاعد على شجرة وعمال يراقب الهياكل وبيسرح بخياله كده وبيفتكر أيامه مع لو أخته، وبيكون اشتاق لها جدا وعايز يرجع لها بأسرع وقت. فبيقرر إن هو يكمل طريقه علشان يجيب نهاية المكان اللي هو فيه ده ويخرج منه. بس وهو ماشي بيلاقي الهياكل عملت عليه كمين وحصرته من كل حتة علشان يخلصوا عليه. بس انت فاكر ان شو هيجيب ورا؟ ابدا. شو بيفعل الطاقة بتاعته في الرمح اللي معاه وبيبدأ ينزل على الهياكل شمال في يمين وفين يوجعك لحد ما بيخلص عليهم كلهم، وبيلم الأسلحة بتاعتهم وياخدها معاه. في الوقت ده الطلبة والمدرسين بيكونوا بيتمشوا في الحطاب، بس بيتفاجئوا مرة واحدة وهم ماشيين بجثث الهياكل العظمية كلها مرمية على الأرض. ومش بس كده، ده الأسلحة بتاعتهم كمان كلها اختفت، وبيعرفوا طبعا إن شو هو اللي عمل كده. المدرس بيشوف المنظر وبينبهر جدا بقوة شو، وبيقرر إن هو يعمل خطة علشان يساعد شو في إن هو يقضي على بقية الهياكل العظمية. في نفس الوقت ده شو بيكون قاعد وفاتح الشاشة السحرية بتاعته وبيربط قوته بالرماح اللي معاه علشان قوتها تزيد. الطلبة والمدرسين بيكونوا قاعدين فوق جبل عالي علشان يراقبوا فرقة الخيالة بتاعت الهياكل العظمية علشان ينزلوا يقضوا عليها. بس مرة واحدة بيلاقوا رمح نازل من السماء وبيقضي على واحد من الهياكل، وبعدها كمان رمح في التاني في التالت وقضى على كام هيكل من اللي واقفين. وفجأة بيظهر شو علشان يخلص على الباقي. المدرس ما بيستناش وبياخد الفرقة اللي معاه وبينزلوا من على الجبل علشان يساعدوا شو. بس وهم في طريقهم شو بيكون نجح أصلا إن هو يخلص على فرقة الخيالة كلها.
الطلبة والمدرسين بينزلوا عند شو وبينبهروا بقوته اللي زادت وباللي هو عمله في الهياكل. المدرس بيروح على شو وبيحييه على شجاعته، بس شو بيقول له تمام تمام، بس محدش هياخد حاجة من الأسلحة دي كلها بتاعتي أنا. المدرس قال له ما تقلقش، محدش هياخد منك حاجة، بس هي كميتها كبيرة قوي، هتعرف تشيلها لوحدك؟ شو قال له أنا مش هشيل حاجة، أنا عندي فكرة أحسن. وجاب الأسلحة بتاعته وفرش فرشة في الأرض وقعد ينادي يلا أسلحة للبيع يلا أسلحة للبيع، وبيتخنزر على الناس. الطلبة كلهم هجموا على شو، وكل اللي كان معاه حاجة بقى بيبدلها بسلاح علشان تساعدهم في إنهم يقتلوا الوحوش. وشو طبعا كان فرحان جدا بالذهب اللي لمه. بعدها بيتجمعوا كلهم وبيفضلوا ماشيين مدة كبيرة جدا في الحطام لحد ما كلهم بيتعبوا. بس المدرس بيبص على شو وبيلاقيه ماشي عادي ولا كأنه في أي حاجة. المدرس بيروح عليه وبيقعد يدردش معاه شوية، بس شو بيسأله عن بقية الطلبة ايه اللي حصل لهم. المدرس بيطمنه عليهم وبيقول له محدش فيهم حصل له أي حاجة، بس للأسف كان في ضحايا من جنود المعسكر ماتوا وهم بيدافعوا عن الطلاب من هجوم الهياكل. بعدها بيفضلوا ماشيين لحد ما بيوصلوا مكان يقدروا إن هم يناموا فيه ويولعوا نار. بس وهم قاعدين شو بيبص على المدرسين وبيلاقيهم تعبانين جدا وجايبين آخرهم، فبيقرر يعطف عليهم وبيطلع لهم شوية تفاح من اللي لموا وبيديهولهم. وأول لما المدرسين بياكلوا التفاح طاقتهم بترجع لهم وبيحسوا بنشاط وحيوية ما حسوهاش قبل كده. الطلبة أول لما بيشوفوا كده بيروحوا على شو على طول وبيطلبوا منه إن يديهم تفاح زي ما ادى للمدرسين. بس شو بصلهم نظرة استحقار وقال لهم انتوا عملتوا ايه؟ انتوا جبنة واقفين مستنيين المدرسين هم اللي يحموكوا ويخلصوكوا من الوحوش وما بتعملوش حاجة. انتوا ما تستحقوش ان انتوا تاخدوا اي حاجة، امشوا من هنا. وفعلا الطلبة بتسيبه وتمشي. بس واحد من الطلبة غني جدا بيروح على شو وبيعرض عليه ان هو يديله الساعة بتاعته مقابل ان هو يديله التفاح، وبيقول له ان الساعة دي غالية جدا. شو بيوافق وبيتخنزر عليه وبياخدها منه وبيديله تفاح مادي حقير. بس فجأة بيلاقوا الأشباح جت وحوطتهم من كل مكان وعاوزة تهجم عليهم. وشو مرة واحدة بيحس بانتفاضة جامدة جدا في السيف بتاعه، والسيف بتاعه عايز ينطلق ويقضي على كل الأشباح، بس طبعا هو بيمنعه بالعافية علشان طاقته الحقيقية ما تبانش قدام كل الناس دي. بس الأشباح أول ما بتشوف شو والسيف بتاعه وبتحس بالطاقة بتهرب من المكان كله. شو بيعرف إن الأشباح خايفة من الطاقة بتاع السيف بتاعه، فبيقرر إن هو اللي هيطاردهم. وبعدها الطلبة والمدرسين بيكملوا طريقهم وبيوصلوا لمركز الحطام، وبيلاقوا إن طلبة كتير وصلت هناك قبلهم. شو بيسمع طلبة من الواقفين بيتكلموا عن بنت قدرت إن هي تقضي على وحوش كتيرة جدا وطاقتها زادت بطريقة رهيبة واسمها ساي. شو بعد ما بيسمع الكلام ده بيقرر إن هو يركز مع ساي شوية، وبيقول كمان أدام في ناس كتير هنا يبقى يلا نبيع بقية الأسلحة اللي معانا ونطلع بمصلحة. عيل خنزير. وفعلا بيبتدي يفرش الفرشة بتاعته ويبيع بقية الأسلحة والناس بتتلم عليه. بس مرة واحدة بيلاقي واحد صاحبه جايله وبيقوله إن رئيس الوحدة عاوزه، فبيروح شو وبيلاقي ساي هي كمان موجودة هناك. رئيس الوحدة بيبتدي إن هو يوجه لهم الشكر هما الاتنين على اللي هما عملوه، وبيطلب منهم إن هما يساعدوهم في إن هما يتوغلوا جوه الحطام أكتر وأكتر. الاتنين بيوافقوا طبعا وبيبتدوا إن هما يحطوا خطة محكمة علشان يشوفوا هيعرفوا ينزلوا جوه الحطام إزاي. وبعد ما قاسوا المسافة بيقرروا إن هم ينزلوا الحطام تاني يوم علشان يكونوا ارتاحوا شوية. بعدها شو بيروح يقعد على جنب وبيفتح الشاشة السحرية بتاعته ويقعد يعد النقط اللي جمعها من الناس اللي اتخنزر عليهم. بس بيتفاجئ وهو بيعد النقط إن في 9 جواسيس موجودين معاهم في المكان. بيحاول شو يتعرف عليهم وسط الطلبة بس للأسف ما بيعرفش. ومرة واحدة وهم قاعدين بيلاقوا مدير المدرسة داخل عليهم بشجرة تفاح وبيديها لهم علشان ياكلوها. شو بيروح على الشجرة وبيلاقي فيها سنجاب من اللي هو اتخنزر عليهم قبل كده. السنجاب أول لما بيشوفه بيقعد يزعق عليه وبينط عليه علشان يضربه، بس شو بيعطف عليه ويديله تفاحة والسنجاب بيبقى حنين على الآخر. وشو بيلاقي صاحبه اللي من المدرسة بيجي عليه علشان يطمن عليه وبيفرحه وبيقوله إن هو قتل 4 من الهياكل العظمية لوحده. فشو بيفرح بيه جدا وبيقرر إن هو يديله رمح من اللي معاه علشان يساعده في الحرب بتاعته، بس طبعا ده صاحبه ومش هياخد منه فلوس. بس وهم واقفين واحد شكله غريب كده بيروح على شو وبيطلب منه ان هو يديله رمح، واول لما يطلعوا من الحطام هيبقى يديله الفلوس بتاعته. بس شو بيتخنزر عليه وما بيرضاش يديله حاجه ويقول له انا ما اضمنكش. الواد بيتعصب جدا وبيكسب شو نقط، واول لما شو بيكسب النقط وبيبص على الاسم بيعرف ان ده جاسوس من الجواسيس اللي هو عارفهم. بعدها بيجمعهم مدير المدرسه وبيقول لهم احنا بكره هننزل لمركز الحطام وهنقتل اي وحوش هتقابلنا في وشنا، ارتاحوا كويس واستعدوا.
بعدها بيروحوا يناموا، والجواسيس طبعا بتستغل الفرصة وبتنزل جوه الحطام علشان ياخدوا هم عين التكوين. بس شو بيكون صاحي لهم وبينجح ان هو يقفش واحد منهم. الجاسوس بيتعصب جدا وبيبدأ ان هو يهجم على شو، اما بقية الجواسيس بينزلوا وبيعرفوا ان هم ناقصهم واحد، بس بيقرروا ان هم هيكملوا طريقهم ومش هيستنوا حد. الجاسوس وهو بيهاجم شو لقى مرة واحدة بدأ ان هو يعلي في صوته لحد ما الطلبة والمدرسين كلهم صحيوا، ومرة واحدة لقى وحش كبير داخل عليه وخلص عليه، وطلع ده مدير المدرسة. بعدها بيقول لهم مدير المدرسة ان هو كان عارف ان في جواسيس، وعشان كده قال لهم امبارح ان هم يهجموا بكرة، وكان عاوز الجواسيس هم اللي يتحركوا الاول علشان يبقى عارفهم. وبيؤمر مدير المدرسة المدرسين ان هم يشوفوا مين من الطلبة هيقدر ان هو ينزل معاهم ويحارب معاهم. وفعلا المدرسين بيختاروا الطلبة اللي هينزلوا معاهم، وطبعا بيكون من ضمنهم سي وشو. وبيروح مدير المدرسة لرئيس الوحدة وبيطلب منه ان هم يفضلوا فوق علشان يحموا بقية الطلبة اللي مش هتنزل معاهم. رئيس الوحدة بيقول له تمام ماشي، وبعدها بيجمع الطلبة وبيبدأ ان هو يحفزهم ويشجعهم على اللي هم داخلين عليه. وبيؤمر واحدة معاه من شبكة السماء ان هي تعمل لهم سلم علشان يعرفوا ينزلوا عليه. السلم بيتعمل وبيبدأوا كلهم في النزول، بس وهم نازلين شو بيحس بحاجة غريبة جدا في السيف بتاعه، بس ما بيكونش عارف ايه السبب، وبيكمل نزول معاهم. أول لما بيوصلوا للقاع بيترعبوا جدا من اللي شافوه. الجواسيس كلهم قاعدين في حلقة دائرية وكلهم قتلوا نفسهم. مدير المدرسة بيقول لهم دي طقوس هما بيعملوها، ملناش دعوة احنا، وبيكملوا طريقهم. وبيفضلوا ماشيين لحد ما بيوصلوا لمكان موسع بالألماس في السقف. بيفضلوا يبص عليهم لحد ما في مرة واحدة الألماس ده كله بيتحول لأشباح وبتبدأ إن هي تهاجمهم، بس مدير المدرسة بيفعل طاقته وبيبدأ إن هو يقتل شوية منهم، بس الباقيين بينجحوا إن هم يحاصروا التيم كله. بس المدرسين والطلبة ما بيديهمش فرصة وبيبدأوا إن هم يحاربوا فيهم ويقتلوا منهم شوية، إلا شو كل شبح كان بيهجم عليه بيخاف منه ويطلع يجري. شو اتضايق إن هو واقف وما بيعملش حاجة، فبدأ هو يطارد الأشباح ويجري وراهم ويقتلهم. وبعد ما بيقتل شوية منهم بيلاقي السيف بتاعه بيمتص قوة الأشباح اللي هو بيموتها. ومرة واحدة وهم واقفين بيلاقوا شبح ظهر من العدم وقتل مدرس معاهم، وبيكتشفوا إن ده مش شبح عادي، لأ ده جاسوس من الجواسيس اللي كانوا موجودين معاهم. والطقوس اللي هم عملوها دي كانت عشان تخليه يختفي ويقدر إن هو يوصل لعين التكوين بكل سهولة من غير ما حد يشوفه. مدير المدرسة بيتعصب جدا، فبيفعل دايرة حماية وبيجمع المدرسين علشان يحطوا خطة يقدروا إن هم يقضوا على الشبح ده. بس المشكلة إن هم مش شايفينه أصلا، فيقدروا يقضوا عليه إزاي؟ بس مرة واحدة شو بيلاقي السيف بتاعه بينبهه على حاجة جنبه، فبيضرب بالرمح بتاعه بيلاقي نفسه قدر إن هو يسيب الجاسوس. الجاسوس بيتعصب جدا ومدير المدرسة بياخد باله، فبيجري على شو وبيقول له أنت شفته إزاي؟ شو بيقول له أبدا دي ضربة حظ، ولو مش مصدقني اضرب في الجنب اللي هناك كده. فمدير المدرسة بيضرب فعلا في الجنب اللي قال عليه شو، وبيلاقي الضربة جت في الجاسوس. شو اتصدم جدا وكان هيتنقط لأنه كان قايل على المكان ده بالحظ فعلا، وقال هو أنا لما عاوز أهرب من حاجة تثبت عليا؟ فبيحاول بسرعة بديهة إن هو يفكر في مهرب، وبيخلي مدير المدرسة يضرب في كذا اتجاه، ولا اتجاه فيهم بينجح إن هو يسيب الجاسوس. فمدير المدرسة بيعرف إن هو قالها فعلا بالحظ. وبيرجع مدير المدرسة للمدرسين علشان يشوفوا هيعملوا إيه، بس مرة واحدة بيلاقوا باب القصر اللي هم واقفين قدامه اتفتح، وطلع منه عدد كبير جدا من الهياكل العظمية. وقائد الهياكل ابتدى يوجه كلامه للطلبة والمدرسين وبيقول لهم انتوا ازاي جات لكم الجرأة ان انتوا تيجوا لحد هنا؟ النهاردة هيكون آخر يوم في عمركم وهنقضي عليكم كلكم. مدير المدرسة بيوجه كلامه للطلبة والمدرسين وبيقول لهم أنا شاكك إن الرمح اللي مع القائد ده هو عين التكوين، سيبوهولي ده بتاعنا وأنا اللي هحاربه على ما انتوا تخلصوا على الباقيين. وبتبتدي المعركة. مدير المدرسة بيهجم بكل قوته على قائد الفرسان وبينجح إن هو يقتل الحصان بتاعه، بس ده ما عملش حاجة غير إن هو عصب القائد زيادة وقرر إن هو يقتل مدير المدرسة. وبتبدأ معركة كبيرة بين الاتنين، وباقي الطلبة والمدرسين ابتدوا هم كمان معركتهم مع جيش الهياكل. وشو كان واقف وجيه هيكل عظمي من وراه وضرب عليه سهم وهو مش واخد باله، بس سي لحقته في آخر لحظة وخلصت عليه. شو الأدرينالين ضرب في نافوخه وبدأ إن هو يطارد الوحوش ويقتله، بس كل وحش كان بيقرب منه ويشوف قوة السيف بتاعه بيسيبه ويطلع يجري. شو آخر ما اتخنق قرر إن هو يتوغل جوه القصر يمكن يلاقي حاجة قيمة يقدر إن هو يستفاد بيها، بالبلد كده هيقلب القصر. ابتدى يتمشى جوه القصر، بس مرة واحدة بيلاقي السيف بتاعه بينبهه إنه في حاجة خطر هتحصل، وبيكمل طريقه وبيوصل على أوضة والجاسوس بيكون مستخبي فيها وهيخلص عليه، بس السيف بتاع شو بيلحقه وبيخلص على الجاسوس في ثانية إلا ثانية وبكل سهولة.
على الناحية التانية بقى العركة بتكون شغالة وشديدة قوي بين قائد الفرسان ومدير المدرسة، ومحدش فيهم عارف يخلص على التاني. بس مرة واحدة مدير المدرسة بينجح إن هو يمسك طرف من الرمح بتاع القائد، وبيفضل مثبت فيه ومش راضي يسيبه. بيحاول القائد إن هو يسحب الرمح منه، بس مدير المدرسة مثبت فيه بإيده وأسنانه. في نفس الوقت ده شو بيكون وصل على أوضة كده ومكتوب عليها ممنوع الدخول، فبيدخل. وأول لما بيدخل جوه بيلاقي حراس كتير واقفين على الجنبين وثابتين وما بيتحركوش، وكل واحد فيهم ماسك رمح. فبيقول بس حلو قوي كده، أنا لم الرماح دي واخدها معايا. بس أول لما بيقرب من واحد منهم الحراس كلهم بينوروا وبيبدأوا إن هم يهجموا عليه، بس السيف بتاعه بيحاول تاني مرة وبيطلع على الحراس وبيهددهم، والحراس بيخافوا ويجيبوا ورا. شو فرح جدا وابتدى يتخنزر وبقى بيلم الأسلحة من الحراس وهو حاطط رجل على رجل. وواحد من الحراس حب يعمل ذكر وما يديلوش الرمح بتاعه، شو وراله السيف بس بتاعه، قام الحارس شاب الرمح على طول. وبنرجع لمعركة الطلبة والمدرسين، وبنلاقي الطلبة والمدرسين ابتدوا يجيبوا آخرهم وما بقوش قادرين يكملوا الحرب دي. وواحد من المدرسين كان خلاص هيتقتل، بس ساي بتطلع جدعة تاني وبتنجح إن هي تنقذه وتخلص عليهم كلهم في ثانية إلا ثانية. في الوقت ده شو بيكون وصل على مكان كده وحس إن المكان ده هو اللي فيه عين التكوين الحقيقية. وقائد الفرسان أول لما بيحس بوجود شو في المكان ده بيسيب الرمح لمدير المدرسة وبيطلع يجري على شو. مدير المدرسة أول لما بيمسك الرمح والحطام ما بيختفيش بيعرف إن مش هي دي عين التكوين، فبيقرر إن هو يجري ورا القائد ويقتله. وبيفضل يجري وراه لحد ما بيوصلوا للأوضة اللي كان فيها الحراس اللي شو خد منهم الأسلحة. القائد والحراس بيستعدوا إن هم يهجموا على مدير المدرسة، وفي نفس الوقت الطلبة والمدرسين كانت طاقتهم خلصت ومش عارفين يعملوا إيه، وابتدوا يحسوا إن خلاص هي دي النهاية. بس في الوقت ده شو بيفتح المربع اللي كان قدامه قبل ما القائد يوصله، وبيطلع ده فعلا عين التكوين، والحطام والأعداء كلهم بيختفوا من المكان، وكل حاجة بترجع لطبيعتها تاني، والحطام كله بيختفي في العلبة اللي مع شو. الطلبة والمدرسين لقوا نفسهم رجعوا للأرض الطبيعية تاني، فبدأوا يحضنوا بعض وهم بيعيطوا إن هم لسه ما ماتوش وعايشين. المصابين بدأوا يتوجهوا للخيمة الطبية علشان يتعالجوا من الجروح اللي هم فيها. وصاحب شو بدأ إن هو يجري ويدور على شو وسط المصابين وما بيلاقيهوش، وبدأ يسأل كل واحد عليه، لحد ما المدرس قال له لو ما لقيتهوش وسط الناس اللي بتتعالج يبقى أكيد هتلاقيه وسط الجثث. الولد ده كان شجاع جدا وأنقذ ناس كتير مننا. وبدأ الطلبة إن هم يعيطوا على شو، بس مرة واحدة بيلاقوا شو داخل عليهم وبينور من كتر الغنيمة اللي لمها، والطلبة اللي كانوا متضايقين عليه بدأوا يتغاظوا منه ويكسبوه نقط. وشو بيتخنزر عليهم زيادة وبيكسب منهم نقط تاني، وبعدها بيسيبهم ويمشي علشان يرجع للو. وفي أثناء عودته للطريق بيلاقي نفسه عمال يكسب نقط من لو، وأول لما بيوصل لها بيلاقيها قاعدة فوق شجرة كبيرة وبتنط عليه وبتسقف على وشه برجلها، بس بترجع لحنيتها وبتبدأ تطمن عليه لا يكون اتعور ولا حاجة. ولما بتلاقيه سليم بتبدأ إن هي تعيط علشان سابها المدة دي كلها، بس شو بياخدها في حضنه وبيطمنها، بيقولها إن هو مش هيسيبها تاني، وكمان هيعزمها على عزومة حلوة قوي. لو بدل ما كانت بتعيط بدأت تفرح جدا وتتنطط من كتر الفرح. أما بقى مدير المدرسة بيخرج من الحطام وبيبتدي إن هو يتوجه لشبكة السماء علشان شاكك إن حد من الجواسيس هو اللي خد عين التكوين، وبيقول لمدير الوحدة إن هو يتصرف مع صحفيين بأي شكل على ما يوصل لشبكة السماء ويشوف إيه اللي حصل. وفي نفس الوقت ده شو لو بيكونوا وصلوا على البيت، وشو بيقول لو إن هو جايب لها هديتين. أول هدية طلع لها تفاحتين اللي كان جايبهم من الحطام. لو أول لما بتشوفهم بتفرح جدا وبتبتدي إن هي تاكل فيهم، بس وهي بتاكلهم بتطلع الهدية التانية وبيكون السنجاب، وبيكون متعصب جدا إن لو بتاكل من التفاح بتاعه. لو بتفرح جدا وبتجري عليه وبتضيب حتة شيبس من اللي هي بتاكله. السنجاب بيقلب قطة وبيحبها جدا، ولو بتفضل تتنطط من الفرحة اللي هي فيها. على الناحية التانية بقى بيكون رئيس شبكة السماء قاعد مع المساعد بتاعه علشان يعرفوا مين اللي أخد عين التكوين. وبيقول الرئيس للمساعد بتاعه إن مدير المدرسة شاكك إن الجاسوس هو اللي أخد عين التكوين. المساعد بيرد عليه وبيقول له لأ، إنه حاسس غير كده، وحاسس إن حد تاني هو اللي خد عين التكوين، وعلشان كده بعت 2 من شبكة السماء للمدينة علشان يشوفوا أي مكان القوة هتكون زيادة فيه هيكون هو المكان اللي فيه عين التكوين. وبعدها بيبتدوا يتناقشوا في أمر شو وساي، وبيتكلموا عن إن قوتهم زادت قوي، وبيقرروا قرار مبدئي كده إن هم هيضموا ساي ليهم. وبيقرروا كمان إن هم مش هيستنوا أي حطام تاني يظهر، لأ ده هم اللي هيتبعوهم ويجوا وراهم ويخلصوا على كل حطام أول بأول.
وبيخلص الأنمي على كده. وبكده نكون خلصنا حكاية شو ملك الشياطين الجزء الأول. استنونا إن شاء الله في الجزء التاني. الحلقة دي كتبها وسجلها ومنتجها وحط لها الحركات والتكات الألدغ اللي كان بيحكي لكم القصة. سلام.